السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. مفرش جديد وتصميم جديد وحكاية جديدة في حكاية كروشيه. حكايتنا النهاردة إن شاء الله المفرش الجميل ده. مفرش زي ما حضراتكم شايفين شكله حلو جدا، وطريقة شغله سهلة جدا، بس أهم حاجة نمشي على الخطوات اللي احنا هنقولها في الشرح عشان يطلع معانا بالشكل الجميل ده. المفرش ده أخد معايا حوالي 36 جرام من الخيط، واداني قطر حوالي 37 سنتي. هنشتغلوا مع بعض خطوة بخطوة إن شاء الله. بس قبل ما نبدأ أحب أفكركم إن ده مش أول مفرش نشتغلوا مع بعض. إحنا اشتغلنا مع بعض مجموعة متنوعة من المفارش على القناة قبل كده. اللي لسه ما شافش الفيديوهات دي أو حابب يرجع لها هيلاقيها دلوقتي فوق على الشاشة في الدايرة البيضاء، وكمان هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف تحت الفيديو. وقبل ما نبدأ نشتغل، اللي لسه ما اشتركش في القناة مستني إيه؟ تحت الفيديو في زرار احمر مكتوب عليه اشتراك او سبسكرايب، ندوس عليه نبقى احنا كده اشتركنا في القناة. هيظهر عندنا الجرس، ندوس على الجرس ونختار منه الكل علشان اي فيديو جديد ينزل يجيلنا اشعار بيه. واتمنى من ربنا التوفيق في كل حاجة بقدمها لكم، ويا رب الفيديو يعجبكم. لو الفيديو عجبكم اعملوا له لايك وشيروه مع اصحابكم علشان يستفيدوا زيكم. وما تنسوش تنضموا لجروب القناة عشان تعرضوا عليه تطبيقاتكم. هتلاقوا لينك الجروب في صندوق الوصف تحت الفيديو. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. وانا النهاردة ان شاء الله هشتغل بخيط كوتون ايجيبت. هو قطن 100%، والفتلة بتاعته اهي متماسكة جدا وحلوة جدا جدا في الشغل، واشتغلنا بيها اكتر من مرة قبل كده. هشتغل مع الخيط ده بإبرة ألومنيوم رقم 2.5. هحتاج المقص وهحتاج إبرة التنظيف، لكن طبعا انت مش لازم تلتزمي بنفس نوعية الخيط اللي انا هشتغل بيه. ممكن تطبقي نفس الخطوات على اي خيط متوفر عندك مع الإبرة المناسبة ليه. بس في المفرش ده يفضل استخدام الخيوط اللي فتلتها رفيعة زي ده كده، لأنه في الخيوط السميكة ما بيبقاش شكل المفرش لطيف، يعني بيبقى شكله مش مقبول قوي. لكن في الخيوط الرفيعة زي ما هنشوف ان شاء الله هيكون شكله اجمل. في المفرش ده كل ما الخيط كان ارفع كل ما شكله كان اجمل. اول حاجة هبتدي اعمل دايرة سحرية. هسيب مسافة من الخيط، هلف حلقة على الهواء بالشكل ده، هدخل بالابرة جوه الحلقة واخلي الابرة فوق الخيط بالشكل ده، واخد الخيط واطلع بيه، واتأكد ان طرف الخيط القصير ماشي معايا جوه الحلقة بالشكل ده. بعدين هبتدي اعمل سلسلة عشان اقفل على الدايرة. السطر الاول هعمل ايه؟ هبتدي فوق السلسلة اللي انا عملتها دي اعمل كمان سلسلة، ودول الارتفاع مش هحسبهم معايا غرزة ولا اي حاجة. هبتدي الف الخيط على الابرة، وجوه الحلقة السحرية اشتغل 16 عمود بلف. هدخل كده جوه الحلقة السحرية وابتدي اشتغل اول عمود بلفة معايا في السطر بالشكل ده. ده كده اول عمود بلفة. العمود بلفة بعمله ازاي؟ بيبقى معايا لفة على الابرة، هلف الخيط على الابرة بالشكل ده، ادخل جوه الحلقة، اخد من الخيط واطلع معايا على الابرة 3 حلقات، اخد من الخيط واطلع من حلقتين، اخد من الخيط واطلع من حلقتين، كده 2 بالشكل ده، كده 3 4. هكملهم 16 وارجع لكم تاني. كملتهم اهم 16 عمود. هبتدي دلوقتي ان انا اشد الطرف القصير ده عشان اقفل الدايرة السحرية. هقفل بغرزة منزلقة في اول عمود. السلسلتين دول اهم انا ماليش دعوة بيهم، انا ليا دعوة باول عمود اللي هو ده. هدخل كده تحت الحلقتين اهو، واقفل بغرزة منزلقة، هاخد من الخيط واطلع بيه من نفس المكان اللي انا دخلت منه اهو، وكمان من اللفة اللي على الابرة، وابتدي اقفل الدايرة كويس. السطر التاني هعمل ايه؟ هبتدي ارتفع 2 سلسلة، 1 2، ودول للارتفاع مش هحسبهم معايا عمود. هلف الخيط على الابرة
وفي نفس المكان اللي انا قفلت فيه وارتفعت منه بالسلسلتين هعمل 2 عمود بلفة في نفس الغرزة، 1 وفي نفس المكان 2. يعني هعمل تزايد وهشتغل على كده في كل الغرز اللي عندي. هلف الخيط على الإبرة، هروح على العمود اللي جاي واشتغل فيه 2 عمود بلفة، 1 2. هلف الخيط على الإبرة وعلى العمود اللي جاي اهو هدخل كده واشتغل 2 عمود بلفة في نفس المكان بالشكل ده كده اهو. فوق كل عمود بعمل 2 عمود، وهكمل على كده على العمود اللي جاي هعمل 2 عمود بلفة، 1 وفي نفس المكان 2. وهفضل ماشي بنفس الطريقة لحد آخر السطر. فوق كل عمود هشتغل 2 عمود بلفة في نفس الغرزة. خلصت السطر التاني وبقى عندي 32 عمود بلفة. هبتدي اقفل بغرزة منزلقة فوق اول عمود. السلسلتين دول انا ماليش دعوة بيهم. هدخل كده تحت الحلقتين بتوع اول عمود اهم دول كده واقفل بغرزة منزلقة. السطر التالت هعمل ايه؟ هبتدي ارتفع 3 سلسلة، 1 2 3، ودول بالنسبة لي اول عمود بلفة. هزود عليهم كمان 3 سلسلة، 1 2 3، مسافة بين الأعمدة. يبقى أنا في السطر التالت بدأت وارتفعت ب6 سلسلة. هلف الخيط على الإبرة، هسيب العمود اللي جاي ده وعلى العمود اللي بعديه هشتغل عمود بلف، بعدين 3 سلسلة، 1 2 3. هلف الخيط على الإبرة، هسيب العمود اللي جاي ده وعلى العمود اللي بعديه أعمل عمود بلف، 3 سلسلة، 1 2 3. هلف الخيط على الإبرة، هسيب العمود اللي جاي ده وعلى العمود اللي بعديه أعمل عمود بلف، بعدين 3 سلسلة، 1 2 3. بالشكل ده كده بشتغل على عمود، أعمل عليه عمود وبعدين 3 سلسلة وأسيب العمود اللي بعديه وعلى العمود اللي بعديه أعمل عمود وبعدين 3 سلسلة، وهكذا. هلف الخيط على الإبرة، هسيب العمود اللي جاي ده وعلى العمود اللي بعديه أعمل عمود وبعدين 3 سلسلة، 1 2 3. وهفضل ماشي بنفس الطريقة لحد آخر السطر. فضلت أشتغل بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية السطر. بعد ما عملت آخر 3 سلسلة هلاقي عندي عمود أهو، هسيبه وأقفل بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 3. أدخل كده في السلسلة رقم 3 وأقفل بمنزلق. بقى عندي 16 فراغ. عدد الفراغات دي 16 فراغ، وعدد الأعمدة برضو 16 عمود. السطر الرابع هعمل ايه؟ هبتدي ارتفع 4 سلسلة، 1 2 3 4، ودول بالنسبة لي أول عمود ب2 لفة في السطر ده. هزود كمان 3 سلسلة، 1 2 3. يبقى أنا كده في السطر الرابع بدأت وارتفعت ب7 سلسلة. على العمود اللي جاي ده هبتدي أعمل عمود ب2 لفة. هلف الخيط على الإبرة لفتين، هدخل كده هنا فوق العمود ده اهو بالشكل ده كده، اخد من الخيط واطلع معايا على الإبرة اهو 4 لفات. هاخد من الخيط واطلع من لفتين، هاخد من الخيط واطلع من لفتين، هاخد من الخيط واطلع من لفتين بالشكل ده كده. بعدين 3 سلسلة، 1 2 3. على الفراغ اللي جاي ده هبتدي اشتغل غرزة كلاستر مكونة من 4 عمود ب2 لفة. غرزة الكلاستر دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن أعمدة متجمعة براس واحدة. هبتدي اعمل ايه؟ هلف الخيط على الإبرة لفتين بالشكل ده، هدخل في الفراغ اللي جاي ده، اخد من الخيط واطلع
معايا على الإبرة أهو 4 حلقات. هاخد من الخيط وأطلع من حلقتين، وآخد من الخيط وأطلع من حلقتين، وهسيب الحلقتين دول على الإبرة. هلف الخيط على الإبرة لفتين، مدخل في نفس الفراغ، آخد من الخيط وأطلع، هاخد من الخيط وأطلع من حلقتين، وآخد من الخيط وأطلع من حلقتين، وأسيب ال3 حلقات دول على الإبرة. هلف الخيط على الإبرة مرتين، هدخل كده، هاخد من الخيط وأطلع، هاخد من الخيط وأطلع من حلقتين، وآخد من الخيط وأطلع من حلقتين، والعمود الرابع بالشكل ده، حلقتين في حلقتين. معايا على الإبرة 5 لفات، 1 2 3 4 5، اللي هما اللفة الأساسية اللي بتبقى على الإبرة، وكل عمود من الأعمدة بتاعة غرزة الكلاستر ليه لفة على الإبرة، فبقوا 5 لفات. هاخد من الخيط وأطلع من ال5 لفات مرة واحدة بالشكل ده. دي كده غرزة كلاستر مكونة من 4 عمود ب2 لفة. بعدين هشتغل 3 سلسلة، 1 2 3، وده اللي هيتكرر معايا على مدار السطر كله. بعد ما عملت ال3 سلاسل هبتدي ألف الخيط على الإبرة لفتين، هدخل كده على طول فوق العمود اللي جاي ده أهو هنا، وابتدي أشتغل عمود ب2 لفة، حلقتين في حلقتين في حلقتين، 3 سلسلة، 1 2 3. هلف الخيط على الإبرة لفتين، وعلى العمود اللي جاي أهو هنا بالشكل ده، هدخل كده وأعمل عمود ب2 لفة، 3 سلسلة، 1 2 3. على الفراغ اللي جاي ده على طول أشتغل غرزة الكلاستر. هلف الخيط على الإبرة لفتين وأدخل، وآخد من الخيط وأطلع من حلقتين، وأطلع من حلقتين، وأسيب الحلقتين دول على الإبرة. العمود التاني أهو بالشكل ده، هسيب 3 لفات على الإبرة. العمود التالت، وأسيب ال4 لفات دول على الإبرة. العمود الرابع بالشكل ده، حلقتين في حلقتين. معايا على الإبرة 5 لفات، هاخد من الخيط وأطلع منهم كلهم، وبعدين 3 سلسلة، 1 2 3 بالشكل ده كده، وابتدي أكرر تاني. هلف الخيط على الإبرة لفتين، وأروح على العمود اللي جاي ده أهو، أشتغل عليه عمود بلفتين بالشكل ده كده. بعدين 3 سلسلة، 1 2 3. هلف الخيط على الإبرة لفتين، وعلى العمود اللي جاي أهو عمود ب2 لفة بالشكل ده كده. بعدين 3 سلسلة، 1 2 3. على الفراغ اللي جاي ده هشتغل غرزة الكلاستر. هلف الخيط على الإبرة لفتين، وابتدي أشتغل عمود بلفتين غير مكتمل، 1 2 3، والعمود الرابع. معايا على الإبرة 5 حلقات، اخد من الخيط واطلع منهم، وبعدين 3 سلسلة، 1 2 3 بالشكل ده كده، وابتدي اكرر. على العمود اللي جاي ده اعمل عمود بلفتين، بعدين 3 سلاسل. على العمود ده اعمل عمود بلفتين، بعدين 3 سلاسل. على الفراغ ده اشتغل غرزة كلاستر مكونة من 4 عمود ب2 لفة، وبعدين 3 سلاسل، واكرر الشغل لحد اخر السطر. فضلت اشتغل بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية السطر الرابع. زي ما انتوا شايفين كده بقى عندي 8 غرز كلاستر، 1 2 3 4 5 6 7 8. بعد ما اشتغلت اخر غرزة كلاستر وعملت اخر 3 سلاسل، هقفل بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 4. 1 2 3 4، ندخل كده في السلسلة رقم 4 ونقفل
بغرزة منزلقة. السطر الخامس هعمل ايه؟ هرتفع 4 سلاسل، 1 2 3 4، ودول بالنسبة لي أول عمود ب2 لفة. بعدين 3 سلسلة، 1 2 3، مسافة. يبقى أنا في السطر ده بدأت وارتفعت ب7 سلاسل. هلف الخيط على الإبرة لفتين، وعلى العمود اللي جاي ده أشتغل عمود بلفتين بالشكل ده كده. 3 سلسلة، 1 2 3. على الفراغ ده اللي هو قبل الكلاستر هشتغل عليه غرزة الكلاستر. 4 عمود ب2 لفة متجمعين مع بعض. ادي أول عمود، بسيب آخر سحبة من العمود ما بسحبهاش، بطلع من حلقتين في حلقتين، حلقتين في حلقتين كده. تاني عمود، العمود التالت، والعمود الرابع. 5 لفات أطلع من الخمسة. 3 سلاسل، 1 2 3. هلف الخيط على الإبرة لفتين. على الفراغ اللي بعد الكلاستر ده أشتغل عليه برضو نفس غرزة الكلاستر. أول عمود أهو ب2 لفة طبعا، تاني عمود ب2 لفة غير مكتمل، العمود التالت أهو، والعمود الرابع. 5 لفات أطلع من الخمسة بالشكل ده. يبقى بدل ما كان فيه كلاستر واحدة بقى فيه 2 بالشكل ده كده. بعدين 3 سلسلة، 1 2 3، وابتدي أكرر. هلف الخيط على الإبرة لفتين على العمود اللي جاي ده على طول أهو. هنا أدخل كده وأعمل عمود ب2 لفة. 3 سلاسل، 1 2 3. هلف الخيط على الإبرة لفتين، وعلى العمود اللي جاي ده أهو عمود ب2 لفة. 3 سلسلة، 1 2 3. هلف الخيط على الإبرة لفتين. على الفراغ اللي قبل الكلاستر ده أشتغل غرزة الكلاستر. أول عمود، تاني عمود بلفتين، العمود التالت بلفتين، وكلها طبعا أعمدة غير مكتملة، والعمود الرابع بالشكل ده. بقى معايا 5 لفات على الإبرة أطلع منهم. 3 سلسلة، 1 2 3. هلف الخيط على الإبرة لفتين، وعلى الفراغ اللي بعد الكلاستر على طول ده أشتغل عليه غرزة كلاستر برضو. أول عمود، العمود التاني، العمود التالت، والعمود الرابع. 5 لفات أطلع من الخمسة. بعدين 3 سلسلة، 1 2 3 بالشكل ده. بدل كلاستر واحدة بقوا 2، وابتدي أكرر. على العمود ده عمود ب2 لفة، 3 سلسلة. على العمود ده عمود ب2 لفة، 3 سلسلة. على الفراغ ده كلاستر مكونة من 4 عمود ب2 لفة، بعدين 3 سلسلة. وعلى الفراغ ده كلاستر مكونة من 4 عمود ب2 لفة، وبعدين 3 سلسلة. وأكرر الشغل لحد آخر السطر. فضلت أشتغل بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية السطر الخامس. بعد ما عملت آخر 3 سلسلة هقفل بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 4 اللي هي دي. نقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده. السطر السادس هعمل ايه؟ بنفس الطريقة. 4 سلاسل، 1 2 3 4، ودول أول عمود ب2 لفة. 3 سلسلة مسافة،
1 2 3. يبقى أنا بدأت السطر ده ب7 سلسلة. هلف الخيط على الإبرة لفتين، وعلى العمود اللي جاي ده أعمل عمود ب2 لفة بالشكل ده كده. 3 سلسلة، 1 2 3. هلف الخيط على الإبرة لفتين، وعلى الفراغ اللي جاي ده على طول اللي قبل أول كلاستر أشتغل عليه نفس غرزة الكلاستر. 4 عمود ب2 لفة غير مكتملين وأقفلهم مع بعض. تاني عمود، تالت عمود أهو بالشكل ده، والعمود الرابع بالشكل ده كده أهو. 5 لفات، 1 2 3 4 5. أطلع من ال5 3 سلسلة، 1 2 3. هلف الخيط على الإبرة لفتين، على الفراغ اللي بين الكلاستر والكلاستر هشتغل عليه غرزة الكلاستر برضو. أول عمود، تاني عمود، تالت عمود، والعمود الرابع بالشكل ده. 5 لفات، أطلع من ال5 3 سلسلة، 1 2 3. هلف الخيط على الإبرة لفتين، على الفراغ اللي بعد الكلاستر دي هشتغل عليه غرزة الكلاستر برضو. أول عمود، تاني عمود، تالت عمود، والعمود الرابع. 5 حلقات، أطلع من ال5 بالشكل ده. بقى عندي 3 كلاستر بدل 2، وبعدين أعمل ال3 سلاسل، 1 2 3. وابتدي أعمل نفس الشغل تاني. هلف الخيط على الإبرة لفتين، وأدخل كده هنا العمود اللي جاي ده أشتغل عمود ب2 لفة. 3 سلسلة، 1 2 3. هلف الخيط على الإبرة لفتين، وعلى العمود اللي جاي ده أهو عمود ب2 لفة. 3 سلاسل، 1 2 3. هلف الخيط على الإبرة لفتين، وعلى الفراغ ده أشتغل غرزة الكلاستر. بعدين 3 سلسلة، 1 2 3. على الفراغ اللي بين الكلاستر والكلاستر هشتغل عليه غرزة كلاستر برضو. 4 عمود ب2 لفة متجمعين مع بعض. وبعدين 3 سلسلة، 1 2 3. على الفراغ اللي جاي ده هشتغل نفس غرزة الكلاستر. وبعدين 3 سلسلة، 1 2 3 بالشكل ده. بدل ال2 كلاستر المجموعة بقت 3 كده. وابتدي أكرر الشغل. على العمود ده عمود ب2 لفة، بعدين 3 سلاسل. على العمود ده عمود ب2 لفة، بعدين 3 سلاسل. على الفراغ ده غرزة كلاستر مكونة من 4 عمود ب2 لفة، 3 سلاسل. على الفراغ ده نفس الكلاستر، 3 سلاسل. وعلى الفراغ ده نفس الكلاستر، وبعدين 3 سلاسل. وأكرر الشغل لحد آخر السطر. وصلت هنا لنهاية السطر. بعد ما عملت آخر 3 سلسلة هقفل بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 4 بالشكل ده كده. السطر السابع هعمل ايه؟ هرتفع 4 سلاسل، 1 2 3 4. ودول أول عمود ب2 لفة، بعدين 3 سلسلة، 1 2 3. مسافة بين العمود والعمود.
بلف الخيط على الإبرة لفتين على العمود اللي جاي ده اهو، هعمل عمود ب2 لف بالشكل ده، 3 سلسلة، 1 2 3. هلف الخيط على الإبرة لفتين على الفراغ الأولاني ده اللي هو قبل أول كلاستر، هشتغل غرزة الكلاستر. 3 سلسلة، 1 2 3. على الفراغ ده اشتغل غرزة الكلاستر، 3 سلسلة. على الفراغ ده اشتغل غرزة الكلاستر، 3 سلسلة. وعلى الفراغ ده اشتغل غرزة الكلاستر وبعدين 3 سلسلة. بعد ما اشتغلت غرز الكلاستر زي ما انتوا شايفين بقوا 4، وبين الكلاستر والكلاستر 3 سلسلة. بعد ما عملت آخر كلاستر هعمل ال3 سلسلة، 1 2 3. هلف الخيط على الإبرة لفتين وعلى العمود اللي جاي ده اهو هعمل العمود بلفتين، 3 سلاسل، 1 2 3. هلف الخيط على الإبرة لفتين وعلى العمود اللي جاي ده هعمل عمود بلفتين برضو، 3 سلسلة، 1 2 3. وعندي هنا اهو 4 فراغات، 1 2 3 4. بين العمود ب2 لفة والعمود ب2 لفة دول اهم 4 فراغات و3 غرز كلاستر. على كل فراغ بشتغل غرزة كلاستر، وبين الكلاستر والكلاستر 3 سلسلة. ادخل كده هنا على الفراغ اللي جاي ده واعمل غرزة الكلاستر بالشكل ده، بطلع من لفتين في لفتين بس. العمود التالت اهو، العمود الرابع، 5 لفات واطلع منهم 3 سلسلة، 1 2 3. على الفراغ ده اشتغل غرزة كلاستر، 3 سلسلة. على الفراغ ده غرزة كلاستر، 3 سلسلة. وعلى الفراغ ده غرزة كلاستر، 3 سلسلة. بالشكل ده بقى عندي المجموع 4 غرز كلاستر بدل 3، وبين الكلاستر والكلاستر 3 سلاسل. بعد ما عملت غرزة الكلاستر الرابعة هعمل 3 سلسلة، 1 2 3 بالشكل ده كده، وابتدي اكرر الشغل. على العمود ده عمود بلفتين بعدين 3 سلاسل. على العمود ده عمود بلفتين بعدين 3 سلاسل. على الفراغ ده غرزة كلاستر مكونة من 4 عمود ب2 لفة بعدين 3 سلاسل. وأعمل هنا نفس الكلاستر بعدين 3 سلاسل، وهنا نفس الكلاستر بعدين 3 سلاسل، وهنا نفس الكلاستر بعدين 3 سلاسل. وبعدين أكرر الشغل لحد آخر السطر. فضلت أشتغل بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية السطر السابع. بعد ما عملت آخر 3 سلسلة هقفل بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 4، 1 2 3 4. نقفل بمنزلق بالشكل ده. السطر رقم 8 هعمل ايه؟ هبتدي ادخل في الفراغ ده واعمل غرزة منزلقة عشان انا هشتغل على الفراغ ده. هبتدي اعمل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، ودول هحسبهم معايا عمود ب3 لفة.
بعدين هزود 7 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7 مسافة. يبقى أنا في السطر ده دخلت بمنزلقة على الفراغ ده وعملت 12 سلسلة، 5 سلاسل عمود ب3 لفة و7 سلاسل مسافة. هبتدي في نفس الفراغ أشتغل كمان عمود ب3 لفة. هعمل إيه؟ هلف القطعة الإبرة 3 مرات. 1 2 3. هدخل في نفس الفراغ كده، هاخد من الخيط واطلع معايا على الإبرة 5 لفات. هلف القطعة الإبرة واطلع من 2. هلف القطعة الإبرة واطلع من 2. هلف القطعة الإبرة واطلع من 2. هلف القطعة الإبرة واطلع من 2 بالشكل ده. يبقى كأني اشتغلت عمود ب3 لفات اللي هما ال5 سلاسل، وبعدين 7 سلسلة وعمود ب3 لفات في نفس الفراغ. بعدين هعمل 5 سلاسل. 1 2 3 4 5. هلف الخيط على الإبرة لفتين 2 وهسيب الفراغ ده. هروح على الفراغ اللي بعد أول كلاستر، هدخل كده فيه وأعمل غرزة الكلاستر. 4 عمود ب2 لفة غير مكتملين بالشكل ده كده. تاني عمود، العمود التالت والعمود الرابع. 5 لفات أطلع منهم. بعدين هعمل 3 سلسلة. 1 2 3. هلف القطعة الإبرة لفتين وعلى الفراغ اللي جاي ده هشتغل برضو نفس غرزة الكلاستر. 3 سلاسل. 1 2 3. هلف القطعة الإبرة لفتين على الفراغ اللي بين الكلاستر التالتة والرابعة، أعمل فيه غرزة كلاستر. بالشكل ده. يبقى بدل ما كانوا 4 كلاستر بقوا 3 بس. يبقى الفراغ اللي قبل أول كلاستر والفراغ اللي بعد آخر كلاستر هنا دول هم دول أنا ما بشتغلش عليهم. بعد ما عملت الكلاستر التالتة هبتدي أعمل 5 سلسلة. 1 2 3 4 5 بالشكل ده أهو. ده اللي هيتكرر معايا على مدار السطر كله. هبتدي ألف الخيط على الإبرة 3 لفات. 1 2 3. وأروح على الفراغ ده أهو أشتغل عمود ب3 لفات، حلقتين في حلقتين في حلقتين في حلقتين. بعدين هعمل 7 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7. هلف الخيط على الإبرة 3 لفات بالشكل ده، وفي نفس الفراغ هنا اهو اشتغل كمان عمود ب3 لفة، حلقتين في حلقتين في حلقتين في حلقتين بالشكل ده كده. بعدين أعمل 5 سلسلة. 1 2 3 4 5. هلف القطعة على الإبرة لفتين بالشكل ده، وأروح على الفراغ اللي بين أول كلاستر وتاني كلاستر أشتغل عليه غرزة الكلاستر. أول عمود، تاني عمود، تالت عمود أهو. الأعمدة كلها بلفتين طبعا وكلها أعمدة غير مكتملة. والعمود الرابع. 4 حلقات هطلع من ال4. 3 سلسلة. 1 2 3. على الفراغ ده أعمل كلاستر، بعدين 3 سلاسل، وعلى الفراغ ده أعمل كلاستر
بعد ما عملت الكلاستر التالتة بقول تاني اهو، اول فراغ ده واخر فراغ ده في المجموعة انا ما بشتغلش عليهم، انا شغلي كله بين الكلاسترات. بعد ما عملت الكلاستر التالتة هعمل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. هروح على الفراغ ده اشتغل عمود ب3 لفة، 7 سلسلة عمود ب3 لفة على نفس الفراغ اللي هما دول. بعدين اعمل 5 سلاسل، اسيب الفراغ ده واروح على الفراغ ده اعمل كلاستر مكونة من 4 عمود ب2 لفة، بعدين 3 سلاسل على الفراغ ده، كلاستر 3 سلاسل على الفراغ ده، كلاستر، بعدين 5 سلاسل، واروح للفراغ ده اعمل عمود ب3 لفة، 7 سلاسل عمود ب3 لفة في نفس الفراغ، وابتدي اكرر الشغل تاني. فضلت اشتغل بنفس الطريقة زي ما انتوا شايفين لحد ما وصلت لنهاية السطر، وعدد غرز الكلاستر في المجموعة بقى 3 بدل 4 زي ما احنا شايفين. بعد ما عملت آخر 5 سلاسل هقفل بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 5، 1 2 3 4 5 اهي، ادخل كده في السلسلة رقم 5 واقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده. السطر رقم 9 هعمل ايه؟ هبتدي ادخل في الفراغ اللي جاي ده واعمل غرزة منزلقة، هشتغل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، ودول أول عمود ب3 لفة معايا في السطر ده. هشتغل كمان 2 سلسلة، 1 2، مسافة بين العمود والعمود، يبقى أنا كده كأني عملت عمود ب3 لفة و2 سلسلة. هكرر الموضوع ده 8 مرات كمان. هلف الخيط على الإبرة 3 لفات، هدخل كده هنا في نفس الفراغ، اخد من الخيط واطلع وابتدي اشتغل عمود ب3 لفة بالشكل ده كده. بعدين 2 سلسلة، 1 2، هلف الخيط على الإبرة 3 لفات وادخل في نفس الفراغ واشتغل عمود ب3 لفة. بعدين 2 سلسلة، 1 2، بالشكل ده كده انا عملت 1 2 3. هشتغل 6 مرات كمان عمود ب3 لفات، بعدين 2 سلسلة، ادي العمود ب3 لفات بعدين سلسلتين. كده انا اشتغلت 4 مرات، هشتغل 5 مرات كمان. اشتغلت دلوقتي عمود ب3 لفات 2 سلسلة 9 مرات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بعد ما عملت ال2 سلسلة هلف الخيط على الإبرة 3 لفات، وفي نفس الفراغ اشتغل كمان عمود ب3 لفات بالشكل ده كده اهو. كده انا بقى معايا 10 عمود ب3 لفات، بين العمود والعمود 2 سلسلة. بعد ما عملت العمود ب3 لفات رقم 10 هعمل 3 سلسلة، 1 2 3. هلف الخيط على الإبرة لفتين على الفراغ اللي بعد أول كلاستر، هشتغل غرزة الكلاستر، 4 عمود بلفتين متجمعين مع بعض. ده العمود التاني اهو، العمود التالت، العمود الرابع، 5 لفات اطلع منهم 3 سلاسل، 1 2 3. هلف الخيط على الإبرة لفتين على الفراغ اللي جاي اللي هو بين الكلاستر والكلاستر، هشتغل غرزة كلاستر بالشكل ده كده. بعدين هعمل 3 سلسلة، 1 2 3، وابتدي اكرر الشغل. هروح على طول على الفراغ ده، هلف الخيط على الإبرة 3 لفات بالشكل ده، واروح على طول على الفراغ ده اهو، ماليش دعوة بالفراغ اللي بعد اخر كلاستر ده.
هدخل كده فيه واشتغل عمود ب3 لفة 2 سلسلة 9 مرات. عمود ب3 لفة 2 سلسلة كده 1 بالشكل ده، كل ده في نفس الفراغ. ادي 2 سلسلة يبقى كده 2، والعمود ب3 لفات رقم 9، كل ده في نفس الفراغ اهو. وبعدين 2 سلسلة 1 2، بعدين هلف القطعة الإبرة 3 لفات وفي نفس الفراغ أعمل العمود ب3 لفات رقم 10 بالشكل ده. يبقى أنا في الفراغ هنا بشتغل عمود ب3 لفات 2 سلسلة 9 مرات، وبعدين أعمل عمود ب3 لفة من غير ال2 سلسلة، بشتغلهم على فراغ ال7 سلاسل اللي بين العمود ب3 لفات ده والعمود ب3 لفات ده اهو، هنا في المكان ده. بعد ما عملت العمود ب3 لفات العاشر هبتدي اعمل 3 سلسلة 1 2 3، هلف القطعة الإبرة لفتين واروح بين الكلاستر والكلاستر اعمل غرزة الكلاستر. 3 سلسلة 1 2 3، هلف القطعة الإبرة لفتين وعلى الفراغ اللي جاي اهو، هنا اشتغل غرزة الكلاستر. بعدين 3 سلسلة 1 2 3 بالشكل ده. بدل ما كان عندي 3 كلاستر بقى عندي 2 بس. هشتغل معاكم المجموعة دي مرة كمان. هلف القطعة الإبرة 3 لفات. أنا في السطر ده الفراغ ده والفراغ ده أنا ماليش دعوة بيهم، أنا بشتغل على الفراغ اللي هو بتاع ال7 سلاسل والفراغات اللي بين الكلاستر. بعد ما لفيت القطعة الإبرة 3 لفات هروح على الفراغ ده هنا أهو، هشتغل عمود ب3 لفة 2 سلسلة 9 مرات اهو بالشكل ده كده. ادخل كده هنا واشتغل اول عمود ب3 لفة 2 سلسلة 1 بالشكل ده 2، هلف القطعة الإبرة 3 لفات وابتدي اشتغل كمان عمود ب3 لفات، بعدين 2 سلسلة 1 2، كده انا عملت 2. هشتغل كمان 7 مرات عمود ب3 لفات 2 سلسلة. كده انا اشتغلت 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بعد ما عملت ال2 سلسلة هلف القطعة الإبرة 3 لفات وفي نفس الفراغ اشتغل العمود العاشر. يبقى انا كده عندي 10 عمود ب3 لفة في نفس الفراغ بين العمود والعمود سلسلتين. بعد ما عملت العمود ب3 لفات العاشر هعمل 3 سلاسل 1 2 3، هلف القطعة الإبرة لفتين واروح على اول فراغ بين الكلاستر والكلاستر واعمل عليه غرزة كلاستر بالشكل ده كده. العمود التاني، الأعمدة هنا في الكلاستر بلفتين، لكن في الفراغ هناك الأعمدة ب3 لفات. نركز يا جماعة في الملاحظات دي عشان الشكل يطلع معانا مظبوط. 5 حلقات اطلع منهم 3 سلاسل 1 2 3، هلف القطعة الإبرة لفتين وعلى الفراغ اللي جاي هشتغل غرزة كلاستر. بعدين 3 سلسلة 1 2 3 بالشكل ده كده، وابتدي اكرر الشغل. الفراغ ده والفراغ ده انا ما بشتغلش فيهم، هروح على الفراغ اللي هو ده هنا كده اهو، اشتغل عليه 10 عمود ب3 لفة بين العمود والعمود 2 سلسلة. يعني هعمل عمود ب3 لفة 2 سلسلة 9 مرات،
وبعدين أعمل عمود ب3 لفة في نفس الفراغ، بعدين أعمل 3 سلسلة، أروح على الفراغ ده على طول أشتغل غرزة الكلاستر اللي احنا عملناها، اللي هي مكونة من 4 عمود ب2 لفة، بعدين 3 سلسلة، واروح هنا اشتغل غرزة الكلاستر وبعدين 3 سلسلة، واكرر الشغل لحد اخر السطر. فضلت اشتغل بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية السطر التاسع. بعد ما عملت اخر 3 سلسلة هقفل بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 5. 1 2 3 4 5 اهي، ادخل كده واقفل بغرزة منزلقة. السطر العاشر هعمل ايه؟ هبتدي ارتفع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، ودول اول عمود ب3 لفة. هزود كمان 3 سلسلة، 1 2 3، مسافة بين العمود والعمود، يبقى انا في بداية السطر ده ارتفعت ب8 سلسلة. هلف الخيط على الابرة 3 لفات واروح على العمود اللي جاي اهو، ادخل كده واشتغل عمود ب3 لفة، حلقتين في حلقتين في حلقتين في حلقتين، بعدين 3 سلسلة، 1 2 3. هلف الخيط على الإبرة 3 لفات واروح على العمود اللي جاي ده اهو واشتغل عليه عمود ب3 لفات، حلقتين في حلقتين في حلقتين في حلقتين بالشكل ده. يبقى في السطر اللي فات كان بين العمود والعمود سلسلتين بس، في السطر ده بين العمود والعمود 3 سلسلة. هعمل 3 سلسلة، 1 2 3، والف الخيط على الإبرة 3 لفات واروح على العمود اللي جاي اشتغل عمود ب3 لفات، بعدين 3 سلسلة، 1 2 3، وهفضل على كده لحد ما اخلص كل الأعمدة اللي عندي. على كل عمود عمود ب3 لفة، بس بين العمود والعمود 3 سلسلة. السطر اللي فات كانوا 2 سلسلة بس بين العمود والعمود. على العمود اللي جاي اهو هنا اعمل عمود ب3 لفة بالشكل ده، حلقتين في حلقتين في حلقتين في حلقتين، بعدين 3 سلسلة، 1 2 3، وعمود ب3 لفات على آخر عمود بالشكل ده، حلقتين في حلقتين في حلقتين في حلقتين بالشكل ده. ال10 أعمدة فضلوا 10 أعمدة زي ما هما، بس في السطر اللي فات أنا كنت بشتغل بين العمود والعمود سلسلتين، في السطر ده بين العمود والعمود 3 سلسلة. بعد ما عملت العمود العاشر هعمل 3 سلسلة، 1 2 3، هلف الخيط على الإبرة لفتين وأدخل هنا بين الكلاستر والكلاستر وأشتغل غرزة كلاستر، 4 عمود ب2 لفة متجمعين مع بعض كده. العمود التاني اهو، هلف الخيط على الإبرة لفتين وأدخل كده وأطلع من حلقتين في حلقتين بس. العمود التالت والعمود الرابع، 5 لفات أطلع من ال5 بالشكل ده كده. الكلاستر بقت واحدة بدل 2. 3 سلاسل، 1 2 3، هلف الخيط على الإبرة 3 لفات، 1 2 3. ماليش دعوة بالفراغ اللي بعد الكلاستر ده، لا الفراغ اللي قبل الاتنين كلاستر ولا الفراغ اللي بعد الاتنين كلاستر، لا هنا ولا هنا بشتغل عليهم. أنا شغلي على الأعمدة وعلى الفراغ اللي بين الكلاستر والكلاستر. بعد ما لفيت الخيط على الإبرة 3 لفات أروح على أول عمود من ال10 أشتغل عليه عمود ب3 لفات، حلقتين في حلقتين في حلقتين بالشكل ده كده في حلقتين، بعدين هعمل 3 سلسلة، 1 2 3. ناخد بالنا إن في السطر ده 3 سلسلة وفي السطر اللي فات كانوا 2. بعدين هلف الخيط على الإبرة 3 لفات وأروح على العمود اللي جاي أشتغل عليه عمود ب3 لفة، بعدين 3 سلسلة، 1 2 3، وأكمل بنفس الطريقة
على كل عمود عمود ب3 لفة، وبين العمود والعمود 3 سلاسل، 1 2 3. وعلى العمود العاشر أدخل كده وأعمل عمود ب3 لفات، حلقتين في حلقتين في حلقتين في حلقتين بالشكل ده كده. بعدين 3 سلسلة، 1 2 3. هلف الخيط على الإبرة لفتين، وأدخل هنا بين الكلاستر والكلاستر أشتغل غرزة كلاستر. بعدين أعمل 3 سلسلة، 1 2 3، وابتدي أكرر الشغل. أروح على طول على العمود ده أهو، اللي هو أول عمود من ال10، أشتغل عليه عمود ب3 لفات، بعدين 3 سلسلة، وأروح على العمود اللي بعديه عمود ب3 لفات، وبعدين 3 سلسلة لحد ما أخلص ال10 أعمدة. بعد ما أخلص العمود العاشر هشتغل 3 سلسلة، وأروح على الفراغ اللي بين الكلاستر والكلاستر أشتغل عليه غرزة كلاستر مكونة من 4 عمود ب2 لفة، وبعدين 3 سلسلة، وأروح على أول عمود من ال10 وأكرر الشغل. الفراغ اللي قبل الكلاستر واللي بعد الكلاستر اللي هم دول أنا ما بشتغلش عليهم، شغلي على الفراغ ده وعلى ال10 أعمدة دول. وصلت هنا لنهاية السطر العاشر. بعد ما عملت آخر 3 سلسلة هقفل بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 5، 1 2 3 4 5 اهي. ادخل كده واقفل بمنزلق. السطر رقم 11 والاخير هعمل ايه؟ انا شغلي في السطر رقم 11 على الفراغات. هبتدي ادخل في الفراغ اللي جاي ده اللي هو فراغ ال3 سلاسل واعمل غرزة منزلقة. هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي ارفع الابرة سنة بسيطة كده وادخل في نفس الفراغ اعمل غرزة حشو بالشكل ده. بعدين هعمل 4 سلاسل، 1 2 3 4، وفي نفس الفراغ اعمل غرزة حشو تانية بالشكل ده. بعدين هروح على الفراغ اللي جاي ده اشتغل حشو 4 سلسلة حشو في نفس الفراغ. غرزة الحشو بعملها ازاي؟ بيبقى معايا لفة على الابرة، هدخل كده في الفراغ اللي جاي اخد من الخيط واطلع، معايا على الابرة لفتين اخد من الخيط واطلع منهم. بعدين 4 سلاسل، 1 2 3 4، وفي نفس الفراغ اهو ادخل كده واعمل غرزة حشو برضو بالشكل ده كده. حشو 4 سلسلة حشو في نفس الفراغ. هروح على الفراغ اللي جاي اعمل غرزة حشو 4 سلسلة، 1 2 3 4، وفي نفس الفراغ غرزة حشو. على الفراغ اللي بعديه حشو 4 سلسلة، 1 2 3 4، وفي نفس الفراغ غرزة حشو بالشكل ده كده. ما بشتغلش خالص على الأعمدة، شغلي كله في الفراغات. هفضل شغال حشو 4 سلسلة حشو لحد ما اخلص فراغات الأعمدة واوصل للفراغ ده اقول لكم هنعمل فيه ايه. على الفراغ اللي جاي كمان غرزة حشو 4 سلسلة، 1 2 3 4، وفي نفس الفراغ غرزة حشو بالشكل ده كده. يبقى أنا على الفراغات اللي هي بين الأعمدة اشتغلت على كل فراغ حشو 4 سلسلة حشو في نفس الفراغ. لو جيت أعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 مجموعات، المجموعة حشو 4 سلسلة حشو في نفس الفراغ. وصلت دلوقتي للفراغ اللي قبل غرزة الكلاستر. هدخل كده في الفراغ ده أشتغل غرزتين حشو، 1 2. بعدين أروح للفراغ اللي بعد الكلاستر على طول أشتغل برضو غرزتين حشو، 1 2 بالشكل ده كده. وابتدي أروح للفراغات اللي هي بين الأعمدة أكرر عليها نفس الشغل. هدخل كده هنا أعمل غرزة حشو 4 سلسلة، 1 2 3 4، وفي نفس الفراغ غرزة حشو. بعدين أروح على الفراغ اللي بعديه أعمل غرزة حشو
4 سلسلة، 1 2 3 4، وفي نفس الفراغ غرزة حشو. اروح على الفراغ اللي بعديه اعمل غرزة حشو، 4 سلسلة، 1 2 3 4، وفي نفس الفراغ غرزة حشو. وهفضل مكمل بنفس الطريقة لحد ما اخلص الفراغات اللي بين الأعمدة دي. أنا دلوقتي اشتغلت في المجموعة دي 1 2 3، هشتغل 6 مجموعات كمان بالمجموعة حشو 4 سلسلة حشو في نفس الفراغ. يعني هنا هعمل حشو 4 سلاسل حشو في نفس الفراغ، بعدين أروح على طول للفراغ ده حشو 4 سلاسل حشو في نفس الفراغ لحد ما أخلص الفراغ ده، وأوريكم هنعمل إيه بعد كده. أنا دلوقتي كملت شغل على ال9 فراغات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. على كل فراغ حشو 4 سلسلة حشو لنفس الفراغ. وصلت دلوقتي للفراغ اللي قبل غرزة الكلاستر. هدخل كده في الفراغ ده اشتغل غرزتين حشو، 1، وفي نفس الفراغ 2. هسيب غرزة الكلاستر وعلى الفراغ اللي بعدها برضو هشتغل غرزتين حشو، 1 2، بالشكل ده كده. ده اللي هيتكرر معايا على مدار السطر. عندي هنا 9 فراغات اللي هما بين الأعمدة اللي ب3 لفات. على كل فراغ هشتغل حشو 4 سلسلة حشو في نفس الفراغ. بعدين عندي هنا الفراغين دول اللي هما قبل الكلاستر وبعديه هشتغل 2 حشو لكل فراغ. فضلت اشتغل بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية السطر. بعد ما خلصت آخر غرزة في السطر هبتدي أرفع الإبرة كده وأجيب الشغل على الظهر بالشكل ده. عندي أول غرزة حشو في السطر معايا أهي. ابتدي أعدي الإبرة من الظهر كده تحت الحلقتين، بعدين ابتدي أظبط الحلقة دي وأرجعها تاني على الإبرة بالشكل ده. ابتدي أضيق عليها الخيط بالشكل ده كده وأسحبها من المكان اللي أنا دخلت منه وأعمل سلسلة التأمين. هجيب المقص وابتدي أقص الخيط بعد ما أكون سبت جزء منه للتنظيف، وابتدي أرفع الإبرة بالشكل ده كده. لو جيت بصيت أهو القفلة معايا مش باينة خالص بالشكل ده. هروح أنضف الفتلة دي وفتلة البداية وارجع لكم تاني أوريكم الشكل النهائي. وده بقى شكل المفرش بعد ما نضفناه. طبعا بننضف الخيوط على الظهر على الناحية دي مش على الوش. بعد ما بننضفه بنبخ عليه مية ببخاخة ونحط عليه قماشة بيضة ونكويه على درجة حرارة هادية عشان نثبت الغرز زي ما احنا متعودين في كل المفارش اللي اشتغلناها مع بعض. لو جيت اقيسه اهو بالشكل ده من هنا كده لهنا اهو بالشكل ده كده، طالع معايا حوالي 37 سنتي. لو حبيت اعرف اخد مني قد ايه نحطه على الميزان كده اهو. زي ما انتوا شايفين اخد معايا 36 جرام، اقل من نص شلة عمل لي المفرش الجميل ده. لكن طبعا لو بتستخدمي نوع خيط تاني مع مقاس ابرة مختلف كمية الخيط هتختلف معاكي. انا كمان اشتغلت منه ده بنفس نوعية الخيط ونفس مقاس الابرة، اداني نفس الحجم بالظبط واخد معايا نفس كمية الخيط. انا كمان زي ما حضراتكم شايفين اشتغلت المفرش ده بخيط الغزل او خيط المنجد، لكن طبعا حجمه اختلف عن اللي احنا اشتغلناه مع بعض. لو جيت اقيسه اهو بالشكل ده طالع معايا 29 سنتي. زي ما انتوا شايفين الحجم اختلف عشان نوع الخيط اختلف. لو جيت اوزنه اهو بالشكل ده زي ما انتوا شايفين اخد معايا 30 جرام من الخيط. وده اللي احنا دايما بنقول عليه، نوع الخيط لما يتغير ومقاس الابرة الحجم بيتغير وكمان كمية الخيط بتختلف.
وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا منه، ويا رب يكون الشرح سهل واكون قدرت اوصل لكم المعلومة. لو الفيديو عجبكم اعملوا له لايك وشيروه مع اصحابكم علشان يستفيدوا زيكم، وهستنى اشوف تطبيقاتكم للمفرش على جروب القناة. هتلاقوا لينك الجروب في صندوق الوصف تحت الفيديو. ولو في اي سؤال او في اي حاجة ما كانتش واضحة اكتبولي في الكومنتات وان شاء الله هرد عليكم. واكتبولي كمان رأيكم في ورشة النهاردة في الكومنتات تحت الفيديو. وانتظروني ان شاء الله في افكار اكتر، وانتظروني في كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.